مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية. تحية حب واحتراما لكم. نحن اليوم في الفتح واحد مع فضيلة الشيخ الأمين سيد أحمد. بإذن الله حنتكلم عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أرجو من المشاهدين إنه الناس تعمل شير ومشاركات في الجروبات. ف يا ريت الصوت لو فيه مشكلة الناس تعمل لنا إشارة عشان ما. طيب تمام. حنتكلم عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. كما ذكرت لكم سابقا، نحن الآن في الفتح واحد مع فضيلة الشيخ الأمين سيد أحمد. حنتكلم عن ميلاد الرسول. وقبل ما نبدأ في الحديث، شيخ الأمين مرحب بك ومنورنا في صفحتنا على الفيسبوك بالإعلام عمر الشريف. الله يديك العافية، مرحب بكم. وبداية نقول الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله نحمدك يا ربنا كما علمتنا أن نحمدك، وإن كنت يا الله في غنى عن حمدنا لك، ولكنها منة مننت علينا بها أن نحمدك، فلك الحمد حتى ترضى. وبعد الرضا حمد المحامد للمحمود محمدة تحمد له على حامد الحمد، فلولا الحميد ما حمدت محامده، فنحمد الحميد على إحمادنا الحمد، ونشكره شكر المشاكر للمشكور مشكرة تشكر له على شاكر الشكر، فلولا الشكور ما شكرت مشاكره، فنشكر الشكور على إشكارنا الشكر. وصل اللهم وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد سيدنا ونبينا محمد بعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فمرحب بكم كثير، وشرفت والله وأنرت كمان. فجزا الله خير كل الإخوة المشاهدين والمستمعين في كل مكان. فبداية تحدثنا عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك المدرسة مدرسة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم وما زال، كم من العلماء وما زال من العلماء يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوفوا، ومدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المديح زائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقادم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله عز وجل، قد أثنى عليه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في شأنه ربنا سبحانه وتعالى قال له إنك لعلى خلق عظيم، كملت له الأخلاق. فنشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولا شك في ذلك. فبداية عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية وقبل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب، جد النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب هو والد عبد الله، ثم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية هذه السيرة النيرة العطرة بدأت بكلام من عبد المطلب بن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. جد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال لئن ولد إلي 10 أبناء، ربنا لو اداني 10 أبناء، نذر لله عز وجل أنه يذبح واحد منهم، أن يذبح واحد لله عز وجل على تلك الأصنام التي هي في الكعبة، أو على تلك المناصب التي في الكعبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى رزقوا ب10 أبناء، وآخر هؤلاء 10 أبناء كان هو عبد الله اللي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولاد النبي عليه، أولاد عبد الله، أولاد عبد المطلب، أولاده 10.
آخر واحد فيهم عبد الله أصغر واحد. وهذا الابن الصغير كان محبوبا جدا لأبيه، وكعادة يعني هي في الأب دائما يحب الأصغر، فكان العاشر اللي هو عبد الله اللي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروه بعض الناس بأنك نذرت نذرا يا عبد المطلب قبل فترة، لئن ولد إليك 10 أبناء لتذبح واحد منهم. فهسي الآن أنت عندك 10 أبناء، حتى يتأكدوا هل حيوفي ويؤدي هذا النذر، فأراد أن يضع هذا النذر على أرض الواقع. 10 ديل حيختار منهم منه حتى يذبحهم. فقال أنا بعمل بلغتنا الدارجية حاعمل قرعة تقع على منه هو حينضبح. كل الأسنان عليه طوال هو هينضبح أكيد طبعا. حيتقع عليه القرعة هو اللي حينضبح. فشاعت الأقدار بأن تمت هذه القرعة، وعلى ملأ من الناس كل الناس موجودين يشاهدوا، كل 10 موجودين، لأنه الاسم اللي حيطلع ده هو حينضبح، لازم يكونوا كلهم موجودين، لأنه ده نذر ولازم يؤدي بنذره. والمناسبة أنه والد أو جد النبي عليه الصلاة والسلام كان له مكانة في مكة، يعني كل زول يحترمه ويديه مكانة كبيرة جدا جدا. كان الناس يحترمونه ويقدرونه ويبجلونه. فعملوا القرعة على شهود من الناس، وشاءت الأقدار أنه بعد ما طلعوا القرعة شالوا الاسم الأول لقوه عبد الله آخر واحد اللي هو محبوب لدى والده. سبحان الله. فكان الناس حتى ذاتهم سبحان الله الموجودين وحضروا هذه القرعة قالوا لا، نحن عبد الله ما بنرضى بهم، نشوف الغيره عبد الله ما بنقبل بهم. فنجدد القرعة تاني، جددوا القرعة لمدة 10 مرات، فيطلع عبد الله الاسم، يختاروا الورقة يلقوها عبد الله 10 مرات. سبحان الله. أنه هو الذي أو هو اللي يذبح. فالناس قالوا لعبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله إذا ما بينذبح على النصب ما ينذبح، ما بينذبح عبد الله. نحن نقوم شنو نفديه ب10 من الإبل، نرمي القرعة تاني بمجرد 10 من الإبل. سبحان الله. يعني إذا جات في عبد الله نحن ندفع 10 إبل، وتاني نجدد القرعة نعمل 10 إبل. فكل مرة يرفعوا الورقة بيلقوه إنه ده عبد الله، بيقولوا عندكم 10. اللي بيفديهم بيفديه أبوه، وأبوه كان محبوب له شديد، إنه عبد الله محبوب له وكان بيفديه بالإبل طوالي. فلما العاش وصلت إلى 110 مرات اللي هي بتقع معانا ب 100 إبل. 10 مرات القرعة تقع في عبد الله، معناته يفدوه بكم إبل؟ 100. فدوه ب100 إبل على أساس أن القرعة تطلع غيره. فتمت الفدية، ما ذبح واحد منهم، لكن كانت الفدية أنه يذبحوا 100 إبل في شأن عبد الله. ذبحوا 100 إبل بقصاد عبد الله عشان يعيش. فشاءت قدرة المولى عز وجل أنه يكون مع والده عندما نشأ عبد الله مع عبد المطلب أباه، وكانوا يرحلوا في كل الأماكن سوا في مواضع التجارة، كانوا بيمشوا سوا لحد ما بلغ الرشد. أصلا ما فارق أبوه أي نهاية. ففي مرة من المرات وفي أواخر وخواتم مكة، هم كانوا ماشيين على اليمن، عبد المطلب التقى بأحد الأحبار من اليهود في الفاصل ما بين اليمن وما بين مكة. فسألوا، قال له يا عبد المطلب لي سؤال. قال له تفضل أسأل. قال له عبد المطلب هل بتسمح لي بأنه أنا أشوف أن أرى منطقتين في جسمك؟ ده السؤال يعني. ده السؤال.
هل بتسمح لي بانه انا ارى يعني منطقتين معينات في جسمك؟ فقام عبد المطلب قال له ان لم تكن في عورتي ممكن، يعني في اي جسم في اي مكان ما عندي مشكله الا ما عدا عورتي. قال له لا اريد عورتك. قال له طيب اذا انا اديتك الاذن. قيل انه راى يد عبد المطلب، شاف في كف عبد المطلب وفي أنف عبد المطلب. قال له إني أرى في أنفك وفي يدك نبوة، يا الله. ولا تكون هذه النبوة إلا في بني زهرة، فهل لك زوجة من بني زهرة؟ قال له لا. قال باللغة العربية هل لك شاع من بني زهرة؟ والشاع طبعا في اللغة العربية في المعجم هي تعتبر الزوجة. قال لها هل أنت متزوج من بني زهرة؟ قال أنا ما متزوج من بني زهرة. قال له إذن فاذهب وتزوج من بني زهرة فإني أرى في أنفك وفي كفك نبوة. يعني إذا أنت تزوجت زوجة من بني زهرة حتنجب الزوجة دي ابن وحيكون له شأن كبير جدا جدا وهو شأن النبوة. فقلنا قبل في بداية السيرة أنه عبد المطلب كان دائما بيمشي مع ولده عبد الله اللي هو يتفدى بكم من الإبل، ب100 من الإبل. فعبد الله كان مع والده بيسمع في الكلام اللي قاله منه، اللي قاله الراهب اللي هو في الفاصل ما بين اليمن. فمن محله سرعان ما انطلق إلى بني زهرة عبد الله ووالده. من تزوج بمن تزوج عبد الله وبمن تزوج عبد المطلب؟ والد عبد الله تزوج من بني زهرة بهالة بنت وهب. ده منو؟ ده الأبو. اتزوج هالة بنت وهب. ومن تزوج بمن تزوج عبد الله؟ تزوج عبد الله بمنو؟ بآمنة بنت وهب. إذن آمنة بنت وهب وهالة بنت وهب أخوات. اللي زوجوهم منه الولد هو وأبوه، يعني الأب شال الكبيرة والولد شال الصغيرة، حتى لا تخرج هذه النبوة من هذه العائلة وهذه الأسرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سلام. فقيل في كتاب يعني يسمى بأتحاف الورى في شأن أو بتاريخ أم القرى. أي أتحاف الورى من تاريخ أم القرى. هذا الكتاب قال فيه المؤلف يعني قبل أن بعد أن تزوج عبد المطلب بهالة وبعد أن تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب، ولم يدخل عبد الله على آمنة، لكن عبد المطلب دخل على هالة. كويس، لم يدخل لأنه كان في بعض الترتيبات. فقبل أن يدخل عليها جماري بواحدة من النساء فدعته. دعت منه؟ دعت عبد الله، راودته عن نفسها، فقالت له هيت لك بمعنى الكلام الليلة اليوم. وقالوا عنها كثير أهل العلم أنها الخزعمية تسمى بليلى. فقالت له أنا جاهزة لك، أنا دايرك. دايرة منو؟ دايرة عبد الله. دايرة عبد الله، إنها دايرة عبد الله. وهو الآن كان يا أخواننا قلنا قبل شوية تم زواجه لكن لم يدخل. وفي طريقه ماشي على الدخول. فدي لاقته في الطريق وقالت له أنا دايرك. فقال لها ينتظري أنا بيجيك راجع. الكلام دائما لما يكون بالدار يجي بيكون حتى محبوب، يعني الناس هاي تقدر تفهم. الناس تقدر تفهم. ايوه صح. فلأن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس نقاء رسول الله. يا الله. يعرفوا نقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظري، قال لها أنا ماشي وجاي. فأول ما وصل التقى بآمنة، وسرعان ما دخل عليها، دخل على السيدة آمنة
ما دخل بالمرأة اللي قابلته في الشارع ادعته أو راودته. ايوه ماشي. دخل على زوجته الحقيقية. ايوه. وجاءها راجع، طلع من المحل، طلع من السيدة آمنة ورجع ماشي على اتجاه آخر في مكة. إذا به يلتقي بهذه المرأة التي راودته قبيل. قال لا أنا جيتك، حتى المشاهد يعني يسمع ويستمتع. ايوه نعم. أنا جيتك. قالت لي وأنا ما دايرك. ليه؟ سبحان الله سبحان الله. قالت لي لأنه قبيل أنا شايفة في وشك كان في نور وهسي اختفى النور. عندما جامع وعندما التقى بالسيدة آمنة، عبد الله ابن عبد المطلب التقى بالسيدة آمنة، ذاك النور الذي كان في جبهة عبد الله هو نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوضع هذا النور عند السيدة آمنة، وعندما خرج منها اختفى هذا النور. وعندما التقى بهذه المرأة لم ترى هذا النور، وقالت لي وانا قبل كنت شايفة فيك نور، النور هسه ما فيش، انا ما فيك حوجة. شيء عجيب يعني. سبحان الله سبحان الله. يعني قبل ما يدخل كان النور في وجهه. اي نعم. وبعد ما مشى جاء راجع ثاني خلاص اختفى النور. اي لأن الله عز وجل حفظ هذا النور من نوح عليه السلام حتى وصل إلى عبد الله بن عبد المطلب، ثم وضعه عند آمنة بنت وهب محفوظ. وهذه الأسرة محفوظة لأنها أسرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ اللمين، ونحن بالكلام الجميل الطيب ده برضو كلامك ده بقودنا لسؤال مهم. دارين أن نعرف التاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومكان الميلاد. نعم. عشان نحن المشاهدين كلنا نعرف. والله أنا يعني بعد هذا الكلام الطيب وصلني إحساس أنه كثير من المشاهدين قد يكون اشتاقوا حتى إنه وكلنا والله يعني منتظرين والله. فنحن في بداية قبل أن أجاب على هذا السؤال، نعم، يعني احنا قلنا هذه الأسرة محفوظة، وهذا النور الذي جعله الله عز وجل أن يكون نورا لهذه الأمة من وإلى أن وصل إلى السيدة آمنة هو في حفظ وصون. بل والله عز وجل حفظ هذا النور وهذا الجنين في بطن أمه. الإمام الصاوي في كتابه تفسير القرآن تحدث بجراءة عن سورة الفيل. يعني قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. طيب قال الإمام الصاوي كان عنده أسئلة طيبة جدا. قال يا أخواننا أن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا شنو؟ يمهل ولا يهمل. أي أن ربنا يمهل كل إنسان يمده ويعمل لحد ما في يوم بيتحاسب فيه. أنه ليه ربنا سبحانه وتعالى عاقب أبرهة الأشرمي الذي جاء بالفيل أراد أن يهدم الكعبة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما تركوا أنه يهدم الكعبة؟ كان يهدم الكعبة ويشوف اللي بيحصل شنو. ليه ربنا سبحانه وتعالى عاقبه؟ ده كان سؤال من الإمام الصاوي. قال فيه يا أخواننا أتعلمون لماذا لم عاقب الله عز وجل أبرهة الأشرمي ولم يتركه أن يدمر هذه الكعبة؟ السبب شنو انتم عارفين؟ أيوة. قال لأنه السبب ذاك النور وضع عند السيدة آمنة وكان له 40 يوما، فإذا هدم أبرهة الأشرمي الكعبة فيكون كل الذين هم في مكة أسرى عند من؟ عند أبرهة الأشرمي. وكيف تؤسر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبرهة الأشرمي؟ يا الله يا الله، كيف تؤسر أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يولد ويجد نفسه أسير عند أبرهة الأشرمي الذي أراد أن يجعل من الكعبة، أن يدمر الكعبة حتى يحج الناس عنده في الحبشة في تلك الكنيسة. أنه داري يحول الكعبة دي، قال أخواننا القوة هنا تكون عندنا هناك في الحبشة، يكون الكنيسة دي الناس دي كلها الأمة تيجي تحج هناك في الحبشة حتى يعني تتوفر له كل معطيات الحج وتنشهر هذه البلد تلك بلده هو. لكن الله عز وجل عاقبه لأن في بطن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو كان جنينا. حفظه الله عز وجل حتى وهو في رحم أمه، ثم حفظه الله عز وجل بعد الخروج
هذا النور إلى هذه الأرض حفظه الله حتى عز وجل إلى أن التقى بالله عز وجل حافظه الله تبارك وتعالى. فالسؤال عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنه ولد في شهر الربيع، في 12 من شهر الربيع. يعني ولكن هناك اختلاف ما بين أهل العلم في تاريخ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأغلبية والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر الربيع في 12 من شهر الربيع. 12. نعم. طيب نحن قبل ما نمشي للسؤال اللي بعديه في عندنا أسئلة عشان نقدر نجاوب على عبد الحليم عبد الكريم بيقول لك يا ريت تنقل لنا السؤال الآتي. قال لك هل من دليل شرعي على الاحتفال بالمولد؟ ده السؤال بتاعه. هنا بيقول انه في دليل شرعي انه الناس تحتفل بالمولد. طيب سؤاله وجيه جدا جدا واحترم رأيه، لكن أنا عندي سؤال لكافة الناس. أن كل إنسان بيفرح بولده. نعم. قبل أن نجاوب على السؤال، أن كل إنسان فينا لما يولد له ولد بيفرح بولده وبيسمي له طبعا. نعم. ويوم المولد بتاعه يوم ولده بوزع الحلاوة فرحة بابنه. فنحن أمة رسول الله، فكيف لنا ألا نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لنا ألا نفرح بمولده؟ لا نحزن لفراقه، لا نحزن لوفاته، لأن الحزن لم يكن مطلوبا، لكن كان الفرح في الدين الإسلامي مطلوبا. الحزن في الدين الإسلامي مطلوب لأنه الدين دين يسر وليس دين عسر. يعني نحن الآن إذا أردنا أن نحزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحد لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لك والله وتالله إن السودان لهو أولى بذلك. الله أكبر. والله الله أكبر. الله والله إن السودان سيعلن الحداد إلى أن تقوم الساعة، لأنه فيه المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الجواب على سؤال السائل هل هناك من دليل على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحتفل به يجوز، ولا السؤال كان كيف شكله؟ أيوة من هو قال لك هل في دليل يعني شرعي بالاحتفال بالمولد؟ هناك بعض الأدلة. يتكرر كثير. أي نعم. هو هذا السؤال أعلم أنه يتكرر كثير. هناك استنباطات من القرآن، لكن واختلف فيها كثير من الناس، لأنه بعض الناس يقبل تأويل الآيات، وبعض الناس لا يقبل تأويل الآيات. فهل السائل من الذين يعني يقتنعوا بالتأويل؟ نعم. إن كان يقتنع بالتأويل، أن الله عز وجل قال لنا في سورة يونس الآية ربما تكون 38، قال الله عز وجل فيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعض الناس الذين أولوا عن هذه الآية قالوا بفضل الله، فضل الله عز وجل هو الكتاب والسنة، أنه ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا على طريق مستقيم. لكن أنا أسأل هؤلاء الناس الذين يقولون أرشدنا على طريق مستقيم، هل هذا الطريق المستقيم بمن جاء هذا الطريق المستقيم؟ لولا رسول الله ما كان. فإذا نفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه. يعني إن كان في زول بيفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما بيتبع يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا يعتبر فرح؟ إذا تفرح بالمولود وتترك الأساس؟ لا طبعا. نعم. فهذا الجواب هو عليه أدلة كثيرة جدا جدا، لكن تحتاج إلى أكثر من حلقة يعني. نعم إن شاء الله. نتمنى عبد الحليم تكون الإجابة جاتك يعني. فطيب نحن في سؤال ربما نحن والمشاهدين كلنا أي زول بيكون في خاطر السؤال ده، لو قارن الناس حاليا كده، يعني المرأة حاليا لما تكون في منة وخلاص زار تلد بتكون في ألم، يعني أثناء الولادة ذاته بتكون في ألم. طيب أنا داير أعرف لما ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، هل
والدة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الولادة هل كان في ألم يعني زي ما الآن بيحصل وفي تعب؟ يعني الولادة هنا هسه حاليا في زماننا ده بيكون في ألم وحاجات كتير يعني. طيب في ذلك الزمن كان في ألم يعني؟ والله سؤال طيب جدا جدا. هناك خاصية وميزة تميزت بها السيدة آمنة بحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت عن سائر الولادات. يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام عندما جاءت أو حان موعد ولادته تعسرت نعم الوالدة، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لها ليدلنا على الأسباب، قال لها في سورة مريم فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني وهزي إليك بجذع النخلة، في رواية تساقط وفي رواية تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه. نعم. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام السيدة آمنة بنت وهب قالت يعني عن حمل هذا الجنين كأني لم أحمل وكأن لم يكن في بطني جنين. يا الله يا الله. وكأن لم يكن في بطني جنين. وقيل كان أنه في كل شهر يأتي إليها ملك يبشرها بأنك الله قال كأنه في كل شهر يأتي إليها أحد الأنبياء يبشرها، وكان في كل شهر يأتي إليها ملك يبشرها بأنك حامل بسيد الأنبياء والمرسلين، بأنك حامل فقالت يقولون لي بأنك حامل ولم أشعر بأنني حامل، وعندما ولدته لم أتعثر به كولادة النساء. يا الله. وقالت الداية أو القابلة هي الشفاء أم عبد الرحمن، اسمها الشفاء أم عبد الرحمن. القابلة أو الداية اللي هي كانت في لحظات ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة. قالت رأيت خرج من آمنة نورا لم تقل خرج منها جنينا. شدة يعني اللهم صل وسلم. قالت خرج منها نورا. وقال أهل العلم خرج نورا أضاء قصور الشام. الدنيا كلها نورت. بل حتى السائل قبيل سأل قال هل لنا دليل شرعي أنه نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإني أقول لك إن مولد النبي عليه الصلاة والسلام عند اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل منع الشياطين أن تعلم بهذا الخبر وأن تصل إلى أي شيء فيه، بل وقيدهم وزينا السماء الدنيا. هناك الآيات في سورة صاد وآيات كثيرة. نعم. أن ربنا سبحانه وتعالى قيدها وجعل لها شهابا رصدا. في ذاك اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إبليس في الأرض، قيد ما ترك وما من دابة في الأرض إلا وقالت بلسان عربي فصيح إن في هذا اليوم سيولد النبي خاتم الزمان. يعني ما في شيطان نهاية شيطان ما في. سبحان الله. شيطان حتى يضرب الجنين ويصرخ لا ما في. ما حضر يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان على الإطلاق. شفت كيف؟ نعم واصل. فكان مولد عظيم. طيب نحن عشان الزمن في واحد اسمه محمد بيقول لك يعني في الاحتفال بالمولد بيقول في اختلاطات وفي يعني فهمت، والناس يعني بكلامه هو بيقصد بالسؤال انه في لبس فاضح والناس ما انه ما قاصده انه تمشي المولد ماشي لهدف ثاني يعني. وبقول لك يعني ممكن دي تكون مشكلة يعني. نعم حقيقة كلامه مظبوط. أيوه. حقيقة كلامه مظبوط، لكن كلامه برجعنا لشنو؟ انه نحن ممكن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونفرح ونمشي عشان نسمع المحاضرات، لأنه في كلام نحن بنكون كايسينه وأحاديث نبحث عنها لم نجدها إلا هناك من أفواه العلماء في ذلك المكان. هذا المكان زي ما أنت محب للنبي عليه الصلاة والسلام وداير تمشي عشان تسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء، فالمرأة لها حق أن تمشي وتسمع.
إذن الراجل والمرأة كلهم محبين أنه يسمعوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نحكمهم بحديث واحد. الناس اللي بيمشوا عشان يفسقوا، والناس اللي بيمشوا عشان يرتكبوا الجرائم، والناس اللي بيمشوا نحكمهم بحديث واحد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذا أنت نيتك كنت ماشي عشان تسمع فنيتك للي أنت ماشي له. لكن إذا كانت نيتك أنت ماشي عشان داير تقابل أو داير تعمل أشياء حد تشوه سمعة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليك الإثم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان إلى الله ورسوله. عشان تسمع هاي أنت جاي في الله وجاي في رسوله، تسمع الكلام في الله وفي الرسول، هجرتك لله والرسول. لكن أنت جاي عشان دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما عنده شيء من الجاي له. نتمنى محمد تكون الإجابة كافية لك. طيب يا شيخ الأمين، طيب تعال نرجع لسؤال بقودنا، إنه لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولده كده أبوه توفى، وقت ده قال أبو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ولد الرسول أبوه توفى طوالي ولا قبل نعم، قبل هنا كان في اختلاف بين أهل السيرة. نعم. فمنهم من قال توفى عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بشهرين، وده القول الراجح والصحيح في اعتقادي. وبعضهم قالوا توفى وهو جنين في بطن أمه وله 40 يوم. لكن الرجح أهل العلم قالوا أن عبد الله توفى نعم قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين بس. هذه الإجابة على هذا السؤال. نعم كويس. طيب باش مهندس خالد، الأسئلة طبعا كثيرة، بيقول لك التحية لك الشيخ اللبين، وما تنسونا بصالح الدعوات بإذن الله. ختام الحلقة إن شاء الله حتكون في دعوة بإذن الله الشيخ اللبين هيدي لكم بإذن الله. طيب معاوية محمد بيقول لك أنا ما أعرف قاصد بسؤال شنو، قال لك: هل هذه الآية أو الدليل هذا لم يمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أنهم احتفلوا بميلاده؟ نعم، ده سؤال. والله نعم. الناس اللي بيسألوا الأسئلة دي أنا بقول يا أخواننا نحن في السودان ما دارين التفرقة، يعني أول الانشقاقات بين المسلمين في أشياء هي ليس من الأصول ولا من الفروع. يعني نعم. أنت لو حاب إنه مثلا تفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما سيسرك ويسر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أنت واحد من أمته وأكثرت من الصلاة عليه واستمعت لأحاديثه واستمتعت بكلام أهل العلم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وتالله إلى السائل وإلى غير السائل، أي إنسان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مدح النبي عليه الصلاة والسلام ولا احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو قايل نفسه دار يرفع من شأن النبي عليه الصلاة والسلام كذاب. الله أكبر. نكتفي معاوية كده الإجابة وصلتك إن شاء الله. طيب نحن حنجيب هنا شيخ اللمين وحنواصل في الحلقة الجاية عن مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلقة يا جماعة الزمن، لأنه نحن الحلقة حقتنا نص ساعة والأسئلة عندنا كثيرة، لكن بإذن الله الحلقة الجاية حنواصل والزمن هيكون بدري. نتمنى الناس تعمل شير، ونشكركم كلكم يا جماعة الناس اللي تتابعونا والناس اللي طرحوا أسئلة لشيخ اللمين. فنتمنى إنه في الحلقة الجاية حنحدد موعد للحلقة وحيكون الزمن كافي للأسئلة حقتكم انتم بإذن الله تعالى. في الختام أنا ما عايز أختم أنا وأخلي شيخ اللمين يختم لنا بدعوة كده، وحتكون دي الختام بإذن الله تعالى. ترقبونا إن شاء الله، نكلم الناس كلهم يا جماعة، الناس اللي بيشاهدنا الآن بعد بكرة بإذن الله حتكون عندنا حلقة إن شاء الله بإذن الله حنعلن عنها في الصفحة. شيخ اللمين طبعا إحنا الختام والناس دي كلها منتظرة دعوة نختم بها. والله نقول يعني للدعوة، ولو عندك كلمة لو عندك كلمة ذات دار تقولها برضه يعني. أنا والله الكلام هو طبعا كثير وما بيكمل في شيء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مع المحبين. نعم، مع المحبين أينما كانوا، وأجيب بكل طلاقة على كل سؤال إن شاء الله إن وفقني الله، وإن كان الرد في راسي في موجود إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن كان ما في بنقول الله أعلم لأنه لسه لطلبة يعني. أيوة.
فالكلام يكون بالداري. بالداري حتى كل زول عشان تاخذ اريحيتك ذاته يعني. ايوه وهم ذاتهم الكلام يصلهم، لانه هناك بعض الكلمات في اللغه العربيه قد تصعب على بعض الناس، يعني انا اقوله هم ما يفهموها. وطيب الكلام اللي انا داير اختم به كالكلام اللي انا بديت به، انه والله كل زول يعرف انه كونك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، لو ربنا ما وفقك انك تصلي على النبي ما بتصلي. ولو لقيت نفسك انه انت بتصلي على النبي وربنا موفقك للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، احمد الله، لانه كون ربنا يوفقك للصلاه على النبي. سالني سائل بعض الاسئله من الاخوان، قال لي يا اخي في حديث بيقول من صلى علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله بها عليه 10. ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100. فداير السؤال كالآتي، قال لي كيف تكون صلاة الله عز وجل على من صلى على رسول الله؟ الله يصلي كيف بيئته كيفية على الزور اللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في وقفة في السؤال، يعني إنه أنت تصلي على النبي بلسانك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يصلي عليك كيف؟ يا أخي ذاته ده ما شرف؟ أنت كون ربنا يصلي عليك أنت؟ اكيد يا اخي دي ما يا اخي اي شرف يضاهي هذا الشرف يا اخي. انت بتنطق بلسانك بتقول اللهم صل على سيدنا محمد او على محمد وعلى ال محمد، فالله عز وجل يصلي عليك. السؤال كيف تكون صلاة الله على من صلى على رسول الله؟ تكون صلاة الله عز وجل تتجسد في الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالرحمات. دي صلاة الله عز وجل على الذين يصلوا على رسول الله. يمدك الله عز وجل بفرج الهموم، ويغفر لك من الذنوب، ويرفع عنك من الكفاوي والبلاوي. وإنارة الوجه. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الوجه نير، وتجعل الإنسان محبوب عند الناس. ده هذا الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد كثيرة. فلذلك نسأل الله رب العالمين أن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا ونبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي المرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله أجعلنا في زمرة شفاعته، اللهم اجعلنا في زمرة شفاعته يا أكرم الأكرمين. اللهم واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله لا تجعل لنا الهم والغم والبلاء والغلاء، وارفع عنا وعن سائر البلاد المسلمين الهم والغم والبلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين. وأجمعنا على محبة رسول الله وعلى طاعة رسول الله، واجعلنا من الذاكرين يا رب العالمين، ومن الشاكرين ومن الحامدين ومن المستغفرين ومن التائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.